السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال للمواطن السيساوي الشريف: سمعت تسريب البرادعي؟ شفت السفالة؟ قلت له: سمعت انت تسريبات السيسي؟ شفت الخيانة؟ همهم وبرطم وقال لي: انا بقول لك ايه وانت بتقول لي ايه؟ فقلت له: اعترفت بتسريبات البرادعي فورا، ورفضت عشرات التسريبات للسيسي شخصيا وتابعه أفة، رغم انها اثبتت في اكبر معمل تحاليل للصوت في العالم، ورغم انها تحولت للتحقيق والقضاء العسكري بعد خطب عصماء من عينة احلى من الشرف مفيش. وطبعا سلمني على التحقيقات العسكرية. عجبت لكم يا قوم، ترفضون وتعترضون على تسريبات وزير الدفاع، وتوافقون وتروجون لتسريبات رئيس الاركان، رغم ان البرادعي يكلم عنان على المكتب مش على الموبايل زي السيسي وإبس. وده اختراق واضح لوزارة الدفاع والجيش المصري اللي بيكتب على اسواره: ممنوع الاقتراب والتصوير، بس مسموح بالتسجيل لمكتب رئيس الاركان. تخيلت ان البلد هتقوم وتقعد عشان الاختراق اللي حصل لجيشها. ما اقوله ليس دفاعا ولا هجوما، لكنها محاولة حثيثة لمقاومة الانفصام في الشخصية. من لم يعترف بالخيانة داء فقد حار فيه كل الأطباء. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة مع معتز. رغم أنها مش مطلع الأسبوع، بنعتذر لحضراتكم بشدة عن حلقة الأمس. حقيقة سوء الأحوال الجوية قفلت العديد من الشوارع وما قدرناش نوصل حقيقة للاستديو. بنعتذر لحضراتكم جدا، وهو ده السبب الوحيد حقيقة قولا واحدا يعني لكل الناس اللي بشكرهم جدا على اهتمامهم وتساؤلوا، وبعض الناس اللي دارت في صدورهم وساوس. التلج ارتفاع نص متر، يعني في ناس كانت قريبه وصلت وفي ناس بعيده ما عرفتش توصل. هو ده كل الحكايه. عموما كانوا ثريين جدا حقيقة، سواء الاجازه او يوم السبت، ويمكن ربك اللي عمله خير وهتعرف بعد شويه. في كل الاحوال البث المباشر في الرابط اللي بيظهر قدام حضرتك، مع ان اكتشفنا النهارده ان الشرق دوت نت كمان ما بتفتحش في مصر، حاجبينها في مصر. تخيل، حجبوها في مصر اللي بيبقى عليها البث المباشر يعني، ولكن بينقلوه دلوقتي، بيقولوا لي على الشرق دوت تي في حاجه كده، وهاكد لحضراتكم. كمان تقدر تتابع البث المباشر بقى، ده لسه ما اتقفلش في مصر، على الصفحه الرسميه للفيسبوك لقناه ليا وصفحه قناه الشرق، وعلى حساباتنا في تويتر، او عن طريق تطبيق اخبار الشرق اللي تقدر تنزله على كل الهواتف الذكيه وتتابع البث المباشر. معانا حاجات كتيرة جدا جدا جدا، واللي حصل أكبر من قدرة أي حد على إن هو يركز ويجمع. فخلونا على بركة الله أبرز العناوين. افرح يا سوسو، الدولة بتسجل لرئيس الأركان من مكتبه. حملة توقيعات شعبية لوقف التفريط في تيران وصنافير. الخوف يطفئ شموع عيد الميلاد. 51 قضية فساد في شهر ديسمبر فقط. قال لك البرادعي هيعمل حوار 5 أجزاء، وكان اول جزء امبارح. تحركت الدولة الهبلة حقيقة، وركز جدا في الدولة الهبلة دي لانها يعني تقدر تحطها عنوان لطيف جدا لامبارح حقيقة. وعشان كده بقول لك من نعمة ربنا ان احنا امبارح ركزنا وقعدنا نتابع حقيقة هذا المشهد العبثي اللي هو بيؤكد لك ان مصر راحت لفين وما رجعتش. قال لك نسبق ونعمل قصة للبرادعي، تعالى نزع له تسريبات. هو بغض النظر طبعا كلام بقى هايف من عينة الحياة الشخصية، وان التسريبات دي اذاعتها عيب، وانه ما ينفعش، والكلام ده كله ملوش اي لازمة. دي تسريبات لشخصية عامة كبيرة جدا، وما فيهاش حاجة شخصية، فيها حاجات قومية. حلو كده، تمام.
قال لك نشغل المخبر ونديله، ووقف بقى في الديكور الجديد وبتاع واستعرض ونطق. يقوموا مسربين لمين؟ يسربوا الرئيس الاركان. ومنين؟ من تليفون رئيس الاركان. خد بالك بقى، هتسمع اهو جزء منها. البرادعي مكلم عنان على تليفون المكتب العسكري اللي رادد او السكرتير او وات ايفر، ومحوله على عنان تليفون المكتب، وعنان جوه بيساله بيقول له تليفونك كام يا دكتور؟ فهو مكلمه على تليفون المكتب. فعادي الدوله الهبله، الدوله اللي يعني حقيقه اللي واصله لمرحله صعبه جدا، بتفتخر وبتتباهى في برنامج مخبرها الاول وكبير بصاصينها وشم منها انه هو انه بتسريب لرئيس الاركان من مكتب رئيس الاركان، في فضيحه مدويه، فضيحه مدويه. شوف حضرتك، هو التسريب يعني اطلع وقول ما تعرفش منين. طبعا انت عارف مين اللي سرب، وعارف مين اللي يمتلك اللي بيسرب، وغني عن البيان ان هذا التوقيت كان بعد ثوره يناير اللي كانت جهاز امن الدوله تقريبا واقف مش شغال. اللي كانت شغاله فين؟ المخابرات الحربيه. مين كان ماسك المخابرات الحربيه يا سوسو؟ انت عارف، اللي هو سبب الخراب في كل حاجه حاصله لحد النهارده. تمام؟ ده عادي جدا جدا. انما لما تسرب رئيس المخابرات الحربيه اللي هو وزير الدفاع من موبايل، مش من تليفون مكتبه، من موبايل بتاع عبس بتاع الترامادول، قال لك دي قصه وروايه زي ما قلت لك في المقدمه. والخيانه، والنائب العام الله يرحمه قال لك لا يقبل بتاع، واحنا هنحقق. وبعد شويه قفل، وبعد ساعات قال لك مفيش تحقيقات، اتحولت للقضاء العسكري. وسلم لي بقى على سوسو وسلوى ومنى وكل الحاجات. انسى الحاجات دي، الكلام ده بقى له سنتين ولا وزاره الدفاع حققت ولا اي حاجه ولا كل حاجه. انما هم احتفلوا في بدايه ذي بدء بتسريب لرئيس الاركان، تاني رتبه في القوات المسلحه. تقدر حضرتك تسرح بخيالك زي ما انت عايز بقى، وتقدر تتخيل مثلا ليه عنان ما ترشحش، ليه بكورتي وقف في ظهره بالسنجه لما قرر ان هو ما يترشحش حقيقه. وتقول بقى دي التسجيل اللي احنا طلعناه، انما ان احنا ما طلعناهوش حقيقه. لو طلعناه لك هتخاف. ده لهجه رئيس وزير الدفاع مع رئيس الاركان السابق. لو طلعناه لك هتخاف. فبص احنا مسجلين لك ايه، فانت بقى ما تترشحش وخليك على جنب. ودينا نخلص بقى من الحكايات، من اي منافسين بتاع ده. انا لو الشعب قال لي هقعد في بيتنا. تقدر تتخيل كمان وترسم في خيالك ليه كيف تدار هذه الدوله، وكيف اربطها مثلا بالتسريب اللي طلع للواد 45 ثانيه بعد ما الواد تخيل نفسه ان هو حاجه، فطلع له تسريب قذر جدا جدا جدا. فعادي. طبعا سامع عنان رفض التعليق، ومعرفش موقع مين كلمه، قال انا ما سمعتش وهسمع ان شاء الله وابقى اقول كل الحكايه. وما علقش طبعا على الحكايه، هيعلق يقول ايه؟ بلد فيها يعني فضيحه كبرى جدا، مش طالعه لها من اعداء، لا ده من اخلص صبيانها، اخلص صبيانها هو اللي طالع يقول كده. غني عن البيان بقى كيف يتم التعامل في البلد، والقصه دي كلها كلام تافه مش عايز حضرتك تشغل بالك بيه. هتقول بقى مين اللي سرب ومين اللي سمح وازاي المخبر ذاع، الكلام بقى العبيط ده واسئله، وازاي هو ذاع وهو مطمن وهو بيعمل جريمه عظمى، جريمه عظمى لتسريب رئيس الاركان. تخيل القوات المسلحه بتكتب تعدي على السور، اي سور اي منشاه للقوات المسلحه يقول لك ممنوع الاقتراب او التصوير، انما مسموح بالتسجيل. قوم الدوله الهبله تطلع لك في تسريب من ضمن التسريبات امبارح، يقول لك ده كل ده عشان البرادعي بيتكلم في حوار مسجل. واخد بال حضرتك؟ واخد بالك الشعبيه والدكر والبتاع الرعب واصل بيه قد ايه؟ طبعا غني على البيان هقولها للمره الالف وهكررها النهارده 1000 مره، ليس دفاعا عن البرادعي اللي قلنا فيه ما قلنا،